الانتقادات التي كانت تطال لوكا زيدان منذ بداياته مع المنتخب الوطني وحتى قبل مشاركته الأولى لم تكن موضوعية أبدا، حينما وصفه بعض الفلاسفة والمهرجين بحارس كرة اليد. شارك لوكا زيدان في 7 مباريات دولية ضمن التشكيلة الأساسية. حافظ حارس غرناطة الإسبانية على نظافة شباكه خلال 5 مناسبات. بفضل تكوينه في النادي الأفضل عالميا ريال مدريد، يملك زيدان أسسا سليمة في حراسة المرمى، إلى جانب ميزة مهمة تتمثل في قدرته على اللعب بالقدمين والمشاركة في بناء اللعب بشكل مميز. رغم عودته من إصابة صعبة، فإن لوكا زيدان أنهى الجدل بخصوص منصب الحراسة، وأكد أنه صمام الأمان في تشكيلة الخضر، في امتداد لأدائه الجيد في الكان وفي ودية أوروغواي التي كانت مباراة معيارية هي الأخرى برز فيها لوكا، وكان في الموعد أمام الفرص القليلة لرفقاء فالفيردي قبل بلوغ قمة مستوياته مع المنتخب الجزائري في مواجهة منتخب عالمي كبير لم ينهزم في ميدانه منذ 2023. بيتر تشاك الجزائر جاهز للمونديال. ما رأيكم أعزائنا المتابعين؟ شاركونا في التعليقات.